الاخوان والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. واخا راه كنهضر اخوتي بصوت مرتفع لانني في السياره، وراكم عارفين الطريق والصوت ديال الموتور ديال السياره يعني باش يوصلكم يوصلكم كلامي. سمعتوا؟ داكشي علاش راني الصوت ديالي شويه مرتفع. خوتي خواتاتي، هاد القصه اللي غادي نحكي لكم كتعلق بواحد السيد سميتو مبارك، والزوجه ديالو سميتها خديجه. مزوجين وعندهم ابن وابنه، يعني عندهم جوج والدين، غير جوج الاولاد، ولد والبنت. البنت ما ولدوها تا كبر الابن وتا تزوج الابن، وحتى ولد جوج البنات حتى هو وولد، ولو عنده 3 الابناء. يعني عاد زادت اختو. سمعتوا خوتي؟ عاد خديجه ولدت البنت. والمهم الاخ ديال الابن الكبير سميتو سعيد، كما قلت لكم تزوج ببنت في القبيله، هما اصلا كيعيشوا غير في الباديه ومجموعين وعايشين في دار وحده كبيره. والاب اللي هو مبارك واحد السيد اللي لاباس عليه، عنده الاراضي، كيدير الفلاحه، كيتاجر في الغنم، كيتاجر في البقار. يعني السيد تما في القبيله معروف عليه مبارك يا مبارك، لاباس عليه بزاف. وديما تيقولوا شوف مبارك ما عطاش ربي الابناء بزاف، عنده غير ولد وبنت، يعني عنده غير جوج الابناء. واخا راه ولده تزوج وولد 3، كيبقى مبارك ما ولدش بزاف. والمهم بعد ما رزقهم الله بالبنيه، ديك البنيه الصغيره اللي هي الصغيره ديال العائله، اللي هي صغر من بنات خوها وصغر من ولد خوها، سماوها لبنى. واحد البنت جميله وطيبه، كلشي الناس كيبغيوها تما، ما حتى هي كتكبر بشويه بشويه وهما كيبغيوها في العائله تما، عزيزه عليهم. واحد البنت فنيونه كلشي كيبغيها. المهم كما قلت لكم اخوتي، مبارك واحد الراجل اللي لاباس عليه في القبيله، مسكين جا واحد المرض، ما عاش بزاف، مات، توفى. بقات غير الام اللي هي خديجه كتربي في ديك البنيه، بنيتها لبنى. والابن ديالها داك راه عنده دارو، عنده مراتو، عنده وليداتو، واخا راهم عايشين في بيت واحد. زعما الصراحه عايشين بخير وعلى خير، عايشين السعاده، ما خصهم حتى شي حاجه. الام خديجه حتى هي مسكينه مرضات، وشوفوا الاقدار اخوتي، خديجه حتى هي مرضات، جا مرض ديال السرطان، ما طولش فيها اخوتي، توفات. وبقات لبنى مسكينه، كيقولوا الناس من حسن الحظ ديالها، حيت راه ما ولدوهاش والديها بكري، مسكينه تكبر باها وكبرت ما عاد ولدوها، ولكن من حسن الحظ ديالها لقات الاخ ديالها بعدا كبير ومزوج، عنده مراتو وعنده وليداتو، ما غيتخلاش على اختو. وفعلا بقات عايشه مع لبنى، بقات عايشه مع خوها، وبقات عايشه مع مرات خوها وبنات خوها. المهم عايشه بحال بنتهم. ولكن لا خوتي، كان الفرق، راكم عارفين اخوتي، مرات خوها غدير الفرق ضروري. كما قلت لكم اخوتي، ماشي بحال ضروري الفرق. راه ديما هي مسبقه بناتها على لوستها، راه كتسمى اللوسه، خاطر راجلها كتسمى لوسه، واخا صغيره وصغر من بناتها كتسمى لوسه. والمهم من ناحيه الدراسه كانوا كيقراو ب3، يعني بنات الاخ ديالها ولبنى حتى هما كلشي كانوا كيمشيو يقراو. وكانت لبنى ما شاء الله عليها من الاوائل، كتقرا مزيان، رغم ان بنات خوها راهم كبارين عليها، وكبارين ماشي شويه، راه كبارين عليها. يعني كاين فرق واحد السن ما بين 3 سنوات 4 سنوات، ماشي زعما قدها في السن. ولكن هي بحكم انها كانوا كيمشيو يقراو مجموعين، ديما الاساتذه كيشكروا لبنى، تيقولوا ما شاء الله بنت يعني كتقرا مزيان، كدير التمارين ديالها. مرات الاخ كتغير، علاش؟ لوستها صغيره وعطاها ربي العقل على بناتها، وكتقرا احسن من بناتها. والمهم استمروا كيقراو، بناتها ما حدهم هما تيكبروا، لبنى حتى هي كتكبر. ايوا
كيجيو الناس مني بدات ولات لبنى ما شاء الله شابه، ولات يعني في السن اللي لا شافها شي حد يبغي يتزوج بها. كانت مرات خوها كتقول لهم لا باقا صغيره، كاينه بنتي زوجات بنتها الكبيره في طريق لبنى، كيجيو يخطبوا في لبنى كتعطيهم بنتها. زوجات البنت الثانيه حتى هي في طريق لبنى، حتى الثانيه جاو كيشوفوا لبنى قالت لهم لا كاينه بنتي كبر منها. زوجت مرات الاخ بناتها بجوج، بقات لبنى هي اللي في الدار وبقات كتقرا. المهم اللي حتى وصلت واحد السن ديال فاتت التاسعه اللي هي كنا نقولوا الكاتخيام شحال هذا، فاتت الاعدادي طلعت للثانوي، بقات كتقرا وما شاء الله كتقرا مزيان. ولكن مرات باها، عفوا ماشي مرات باها، مرات خوها ما باغياهاش تقرا، ديما كتعطيها الشغل ديال الدار، كتعطيها الشقه، ديما كتلاهيها. الا كانوا غاديين شي بلاصه كتقول لها يلا هي معانا، ما كتبغيش تخليها في الدار باش ما ديرش التمارين وتبقى تقرا. المهم باغا تشوف اي طريقه واي وسيله باش تجلسها من الدراسه باش ما تاخذش البكالوريا ديالها. الاخ ديالها هو تا هو كذلك، تا هو ديما تيقول لا جا شي واحد يشوفها يبغي يتزوج نعطيها ليه، ويا ما كيجي عروض البنت ديما كترفض، لا ما بغيتش لا ما بغيتش، بحكم ان البنت عارفه باها مخلي الاراضي ومخلي الدار كبيره فيرما كبيره، يعني عارفه البنت بلي باها راه لاباس عليه، يعني الزواج ما عندها ما دير به، تكمل قرايتها وراه بخيرها، عندها ورثها، عندها حقها. ولكن الاخ ديالها واخد كل شيء، ما مبين لها حتى شي حاجه. ديما من يكونوا جالسين على طبله وحده ديما ما كاينش، ما عندناش، ها هادي. المهم ديما ما كاينش. والبنت كتقول ربما نيت فعلا، ربما ديك الاراضي ما يعني ما كاينش شي مدخول مزيان في ديك الاراضي وكا، ولكن عارفه كاين البلاد ماشي ما كاينش، والاراضي ساويه الثمن. البنت بعد ما وصلت السن ديال 18 سنه خوها قال لها غادي نديك تصايبي لاكارت ناسيونال، البطاقه الوطنيه. هي قالت لي واخا نمشي نصايب البطاقه الوطنيه. مشات مع خوها فعلا صوبات البطاقه الوطنيه. نهار اللي غادي تستلم البطاقه الوطنيه داها خوها وقال لها يلا هي معايا عند شي ناس غادي تسيني على واحد الورقه حتى هي في نطاق هادشي ديال الاوراق ديال البطاقه الوطنيه، فهمتي، وغادي نصايب لك الباسبور وغادي نمشيو لتركيا. المهم داها باش تسيني على اساس ان غادي تصايب الباسبور ديالها باش يمشيو يتساراو تركيا ولا يمشيو شي بلاصه. البنت خوها الكبيره تاقت فيه لانه هو الاخ الكبير ديالها، ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يحميها قد خوها. وكانت معاهم كانت مرت خوها كاينه بجوج. داوها البنت غاده مسكينه مع خوها عنده الناس، عنده المعارف، ورا غادي بيها تسيني على البيع ديال الاراضي اللي خلى باها. فعلا البنت حيت قالت صافي خويا راه قرا هاد الاوراق وعارف هاد الشيء، مسكينه غا كتسيني ما عرفت راسها على السينات. واللي عطاها تسيني اصلا ما شرحش ليها بحكم انهم راهم معارف ديال خوها، يعني ماشي غيقولوا البنت باقا صغيره خصنا نقولوا لها على السينيتي راكي بعتي البلاد وراه هادي ولا هادي. مسكينه ما سولاتش هما ما قالوش ليها، وخوها كلشي هادشي كامل بالمعارف ديالو. فعلا سينات على البيع ديال الاراضي ديالها. رجعوا للدار، الاخ فرحان، زوجة الاخ فرحانه، لعبوا بها، خدوا لها حقها، خدوا لها رزقها، وقالوا لها غادي تجلسي من القرايه لان حنا ما بقيناش غنبقاو هنايا، غادي نتحولوا للمدينه. البنت بدات كتبكي، قالت لهم انا ما نقدرش نجلس من الدراسه ديالي وما نقدرش نخوي ونخرج من الدار اللي كبرت فيها، اللي ديال والديا ديال كبرت فيها. قالت لهم باقا كنتخيل، قالت لهم ماما هنايا واخا توفات وخلاتني صغيره، باقا البلاد ديال با باقي ما نقدرش. وهي تقول لها مرات خوها ما بقات عندنا بلاد ما بقاتش، راه خوك دار افلاس وراه بعنا كل شيء، وهذا الشيء هاد الدار ولات ديال مواليها والبلاد ولات ديال مواليها، وحنا غادي نستقروا في المدينه
ونديروا شي بيعه وشريه بسيطه باش نعيشوا. راكي معايا، ما غاديش نفرطوا فيك، وراه حنا ما بقى عندنا والو في هاد البلاد. البنت جاها انهيار، لبنى مسكينه جاها انهيار عصبي، بقات كتبكي، ما تقبلاتش ان البلاد تباع. وهي ذكيه لبنى، ماشي شي وحده اللي ما ذكياش. قالت ليش من حق انك زعما تبيع، وانا انا عندي حقي فيها، علاش تبيع؟ قال لها راه ديتك حيت ما غادياش تبغي، وقلت لك يلاه تصايبي الباسبور باش نخرجوا نمشيو نسافروا مجموعين لتركيا ولا نديروا شي عمره ولا، وراه سينيتي على البيع، وما يمكنش انا خصني نحل المشاكل ديالي لان وقعت في واحد المحنه ماديه وافلاس، وانت ما غتقبليش ليا. داكشي علاش ديتك سينيتي، تعاوني معايا. المهم بداو كيصبغوا فيها. قال لها غادي تعاوني معايا ونمشيو للمدينه نديروا شي بيعه وشريه وغادي نرجع لك حقك، ما غاديش يضيع حقك في البلاد، غنرجع لك، ما غاديش تضيعي فيها. لبنى بقات كتبكي، قالت لي انا من هاد الدار ما غادي نخرج، غير يقتلوني ودفنوني فيها. بغيتو تمشيو سيروا للمدينه ديالي وكلتوني فيه، عادي الا ديتوني للمدينه راكم غادي تلوحوني. انا قالت لهم نجلس هنايا وغنكمل قرايتي هنايا، واللي شرا من عندكم هاد الدار ديال الوالديه غادي نقول لهم يديروا ليا غير نواله ونعس فيها عند الباب، ونبقى نكمل قرايتي وما غنتبعكمش، لان كلتوا ليا رزقي وكلتوا ليا ديالي، وطريقكم ما غنتبعش وما غنمشيش ولو نعيش خدامه عند هاد الناس اللي شراو هاد الفيرما هادي. ما بغاش تمشي ليهم لبنى، عيو فيها والو. خوها قال لها انت حره بقيمه الشرده في هاد البلاد. فعلا خلاوها مسكينه، داو رحيلهم، داو حوايجهم، خوها ومرات خوها. اما البنات راهم زوجوهم ومشاو للمدينه، لان خوها دار مشروع كبير في المدينه، شرا حمام وشرا فران وشرا دار كبيره وغادي يعيش فيها هو والزوجه ديالو، والحمام والفران غادي يخدم فيه هو والابن ديالو. وما قالش لها الحقيقه انني راني درت مشروع كبير، قال لها غادي نمشي ندير شي بيعه وشريه بسيطه ونعيشوا كاملين. ما قالش لها راني كلت لك رزقك وكلت لك ديالك، وبيه بيه باش شريت هاد الخيرات في المدينه، وبيه فين غادي نعيش. مسكينه ما مشاتش معاهم، بقات في هذيك الفيرما جالسه فيها. جاو الناس بغاو يدخلوا لدارهم اللي شراو الفيرما، لقاو لبنى كاينه فيها. قالوا لها ما عندكش الحق بنتي تبقاي هنا، لان الفيرما ديالنا وشريناها وشرينا البلاد ولات ملكنا، غادي تخوي لينا. طاحت على رجليهم كتبكي وقالت لهم انا خلوني نعيش غير خدامه عندكم، وما تخرجونيش من الدار اللي فيها كبرت وديال والديا وخويا باعها بلا خباري. وعودت ليهم شنو دار فيها خوها وشنو عمل فيها خوها وشنو كيف السبب السينات على البيع، وهي ما عارفاش، لان قالت لهم خويا هو اللي عندي، هو سندي، هو اللي ثقت فيه، وبيعني شي حاجه اللي انا ماشي من حقه يبيعها، من حقي انا وما شرحش ليا. فعلا هذوك الناس بقات فيهم لبنى وقالوا لي يا بنتي ما نقدوش نتخلاو عليك وما نقدوش نخرجوك من هاد الدار، غتعيشي فيها بحال بنتنا الا قبلتي وراكي معانا، وإلا غدرك خوك حنا ما غاديش نغدروك وما نكونوش سبب في شي حاجه غادي توقع لك نتيا وتبقى لينا الندم طول حياتنا، وربما حتى ربي ما غاديش يسخر ويسر لينا في هذا المشروع اللي حنا شريناه من عندكم. ومسكينه تفاجات عليها شي شويه، غنقول لكم لبنى تفاجات عليها شي شويه، قالت كيما كان الحال يا ربي يا الحبيب باقي الخير في البلاد وباقي الخير في الناس، انا نعيش هنايا اللهم نعيش مع هاد الناس وخا نعيش خدامه عندهم وما نمشيش مع خويا اللي غدرني وسرقني هو ومراته. فعلا بقات معاهم، عاشت معاهم، ولكن مسكينه ولكن داكشي في نفسها حتى لواحد النهار المراه مولات الدار اللي شراو هذيك الفيرما قالت لها بنتي الا قبلتي عندي ولدي كيعيش في الخارج وراه هو اللي شرا هذا الخير كامل، هو اللي شرينا هذه الفيرما، وهو اللي شرا البلاد ديال باباك. الا قبلتي يا بنتي وولدي قريب يدخل وباغي يدخل ما باغيش يبقى في الخارج،
لان بغى يستثمر في هاد البلاد وباغي يدير شي مشروع هنا في البلاد. الا قبلتي يا بنتي تكوني الزوجه ديالو على راسي وعينيا. ملي قالوها اللبنه مسكينه بحال شي حاجه شي حلم، يعني مسكينه ربي بغى يفاجئها عليها. قالت لها اكيد غادي نقبل، وانا اللي غادي يخرجني انا بحال الحوته، الا خرجت من هاد الدار وإلا خرجت من هاد البلاد راني غادي نموت. قالت لها اكيد غادي نقبل، وانتوما الناس فيكم الخير ولقيت فيكم الخير احسن من الخير اللي ما لقيتوش وما داروش فيا خويا ومراتو. فعلا جا ولدهم من الخارج، شاف البنت والبنت كانت جميله هايه في الجمال، عجباتو، تزوج بها. هو تا هو كان الابن الوحيد عند والديه، عند الام والاب ديالو، تزوج بها وبقات لبنى مسكينه. ربي مني ما بغاهاش تخرج من بلاد والديها، وربي ما بغاش يضيع ليها حقها كما ضيعوا ليها الاخ ديالها. زوجت بولدهم وعاشت معاهم في هذيك الدار في هذيك الفيرما، وعاشت معاهم في ديك البلاد الاراضي ديال باها. وفعلا ربي ما ضيعش ليها حقها، بحال رجع ليها الفيرما ورجع ليها البلاد ديال والديها، لان هذيك الاملاك وهذيك الشيء كل شيء كان الزوج ديالها اللي هو ابن هذه العائله هو اللي شراها بالاسم ديالو. بغى يدخل رسمي للبلاد وبغى يستثمر في بلاده، وعز عليه العربيه وعز عليه البلاد تما فين بغى يستثمر الاموال ديالو. وتزوجات به لبنى، تزوجت بولدهم وولدت معاه البنات والولاد، وعاشت معاه النعيم وعاشت معاه داكشي اللي كان الاخ ديالها بغى يفقسها وبغى يوقف لها الحياه ديالها. واستمرت الحياه ديالها ونسات خوها، لان اللي يغدر مره يغدر 10 ومرات عديده. واللي بغيت نوصل لكم اخوتي من هذه القصه هو ان ربي كبير، ربي ما كيضيعش اليتيم، واي واحد مشى ليه حقه ربي كيعوضه وكيرجعوا ليه بطريقه اخرى. وما عمر الواحد ييأس مادام في الدنيا وفي الحياه رزق الله. خوتي خواتاتي، نتمنى هذه القصه اللي هي حقيقيه واقعه فعلا تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا كما قلت لكم باللايكات والاشتراكات والتعاليق ديالكم. حتى لهنا غنقول لكم وصلت نهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.